وازيكم عاملين ايه واخباركم ايه يا جماعه؟ والنهارده هنشوف حاجات هناخدها من الماب دي، حاجات كتير ان شاء الله هناخدها من الماب دي. فيلا بينا نشوف هناخدها ازاي. اول حاجه هناخد دي اللي هي اللي عامله زي الطاقيه دي هناخدها عن طريق ان احنا نحضر البرفورمانس مرتين، اللي هو زي الحفله كده، بيجيلك اشعار ان انت تحضر الحفله. تاني واحده اللي هي الطاقيه دي يا جماعه، ان احنا لازم نلعب 2 ميني جيم على مدار يومين. يعني تلعب الميني جيم، بصوا لازم يبقى عندك البتاع اللي فوق دي، فبتلعبها اهي الميني جيم. الحاجات دي يا جماعه بتجيلك لما بتكمل الماب، يعني بتقعد تبني. هي تايكون، هي الماب دي عباره عن تايكون، انت المفروض لازم تبنيها. فعشان كده لازم تقعد تبني لغايه ما تجيلك الحاجات دي يا جماعه، مش من اول ما تدخل هتبقى موجوده. تمام. وتعالوا بقى نشوف اللي هي النضاره دي، لازم تبقى 5 ايام تدخل اللعبه عشان تقدر تاخدها. تمام. بعد كده اللي هي دي لازم تبني خيمة، في خيمة هناك لازم تبنيها، بتاعت اللي هم اللي بيتدربوا فيها. هتاخد الشنطة دي. الفراشة دي اخر حاجة، دي اللي هنجيبها النهاردة مع بعض كده في اللعبة. تمام. انا زي ما انتم شايفين انا بانية الماب كلها، بنيتها قبل كده عشان ما يبقاش معايا وقت كتير. هنا بتبني الميني جيم، اول ما بتقعد هنا بتظهر لك علامة الميني جيم في الجنب. يعني اول ما بتبقى هنا بتظهر لك علامه الميني جيم، والطاقه دي هي اللي بتصرفها في الميني جيم، اللي هي علامه الطاقه اللي انا ماخده منها 50 دي. تمام. دي الخيمه بقى اللي انت بتحضر فيها البرفورمانس اللي قلت لك عليه. لما بتبني الماب بيبقى فيه زي حفله هنا، كل دقيقتين لازم تحضر مرتين عشان تقدر تاخد الطاقيه دي. لازم تحضر مرتين. ادي اهو فاضل دقيقتين و20 ثانيه عشان يقدر تاخد دي، اللي هتقدر تاخد فيها اللي هي الطاقيه اهي. الطاقيه دي هناخدها لو حضرنا مرتين البرفورمانس، بيجيلك اشعار في الجنب، بس لازم تكون اصلا كملت البنى بتاع الماب دي. فانت لازم تبني بقى. الموضوع هياخد وقت طويل شويه يا جماعه، يعني هتقضي اليوم كله في الماب دي. فادي الخيمه التانية يا جماعه، دي اللي انا ببني فيها. هي دي الخيمه اللي احنا هناخد منها الخيمه بتاعه البرفورمانس دي، اللي احنا خدنا منها زي ما قلت لكم الشنطه. والخيمه دي اللي هناخد منها الخيمه دي اللي احنا هناخد منها الفراشه يا جماعه. فنقعد نبني فيها كده. بصوا نقعد نبني في الماب دي، نبني 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 نبني. دي اللي هناخد منها اللي هي شنطة الشمس وكمان الفراشة. تمام. فهنفضل نبني. طبعا انت كل الوقت ده بتقعد تجمع فلوس يا جماعة، وتقعد تبني في الماب. اهم حاجة ان انت تجمع فلوس الاول، بعد كده عشان ما تملش يعني. فدي عايزة حاجة زي اللي هو البوت، لو عندك البوت بتاع اللي هو البنا ده احسن يعني. بعد ما بتخلص البنى بتاع الماب دي اللي هي الخيمة دي، زي ما انتم شايفين انا اهو بحاول اخلصها، هي بتخلص يا جدعان. حاجة كده يعني مملة جدا، يعني تقعد تبني وبرضه يقعد يجيب لك حاجات كده جديدة. يعني مش بتبقى مثلا ان انت اول ما بتعمل كده بتاخدها، لا. فهنخلص البنى ده وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. بعد ما خلصتها يا جماعه زي ما انتم شايفين خلصتها خالص، بيظهر ورايا في مكان كده بتظهر فيه زي العربيات، بتبنيه برضو عشان تقدر تاخد الفراشه. يعني خلص كده كله وتخلص خالص، هتلاقي نفسك خدت الفراشه. انا يا جماعه اول مره ما ظهرتش معايا الفراشه، بس لما طلعت ودخلت الماب ظهرت معايا. وبكده يا جماعه ينتهي الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوناش بلايكاتكم واشتراكاتكم الجميله عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا لكم سلام.